المهندس شريف طلب من القاضي انه يحكم عليه بالاعدام. أرجو من عدالة القاضي إنهائها بالإعدام الفوري وليس السجن ولو لمدة يوم واحد. واللي هو ما ادالوش اعدام دي هتبقى الطامه الكبرى. الحكايه بتبدا لما مهندس اسمه شريف كمال الدين، مهندس برمجيات عايش في مصر الجديده. سمعته كانت بين اهله وجيرانه وبين الناس انه شاب محترم وطموح جدا، كون نفسه بنفسه. بدات الدنيا تمشي معاه وشغله بيكبر، وفي الفتره دي اتعرف على بنت اسمها عبله طنطاوي، اتقدم وبالفعل اتجوزوا. خلف منها ولده الاول وكان اسمه وسام، وكان المهندس شريف سعيد جدا بالمولود ده، وان ربنا عوض عليه واداله اجمل طفل من زوجته اللي بيحبها. بدأ شغله يوسع بره مصر ويكبر اكتر. الوقت ده ربنا رزقه بالمولوده الثانيه وكان اسمها داليا. المهندس شريف كانت عيلته هي كل حياته بالنسبه له. الفتره دي ظهر شخص كان اسمه احمد، كان يعرفه قبل كده واشتغل معاه، وبدات اللقاءات والمقابلات ما بينهم. وبدا هنا احمد يقنع المهندس شريف انه يضارب بفلوسه في البورصه، اقنعه انه هيكسب اضعاف المبلغ اللي بيشغله. وقتها المهندس شريف كان خايف ومرعوب من موضوع البورصه ده، وان فلوسه وشقى عمره يضيع في لحظه. من هنا احمد فضل ورا المهندس شريف وحاول يقنعه بكل الطرق. قال له حط مبلغ صغير وجرب كده، يمكن العمليه تضرب والدنيا توسع معاك. وفعلا احمد قدر يقنع المهندس شريف انه يستثمر جزء من الاموال بتاعته ولو مبلغ صغير في البورصه، وبالفعل احمد كسب مبلغ كويس جدا. شريف اطمن للموضوع وبقى عنده طموح انه يحط مبلغ اكبر طالما المبالغ الصغيره شغاله معاه والدنيا كويسه زي ما احمد بيقول. وفعلا بدا يشتغل في الموضوع ده اكتر من مره. فضل المهندس شريف في موضوع البورصه ده ما يقرب من 12 سنه، لدرجه ان اطفاله الصغيرين بقوا في عمر الشباب او سن المراهقه، وبدات الدنيا تمشي معاه وبدا الدنيا تضحك له، بدا يبقى فيه فلوس ورفاهيه. لما المهندس شريف لقى الدنيا مشيت معاه والدنيا زهزهت له، وبعد 12 سنه بيشتغل في البورصه والدنيا ماشيه كويسه معاه، جاب لابنه عربيه ولبنته كمان عربيه. وفضلت الحاله الماديه مع المهندس شريف كويسه جدا، لغايه ما احمد جه للمهندس شريف وقال له يا مهندس احنا بقالنا 12 سنه بنتعامل مع بعض. قال له يا باشمهندس احنا بقالنا فتره كبيره شغالين في الموضوع ده، وانا سمعت ان الفتره دي ان كل ما هتحط مبالغ اكبر ارباحها هتكون اكتر بكتير. رايك يا باشمهندس لو تجازف وتحط فلوسك في البورصه وانا اضمن لك انك هتبقى ملياردير. في الاول المهندس شريف كان قلقان، لكن احمد يسكت. ما سكتش احمد، فضل وراه لغايه ما اقنعه انه يضارب بكل فلوسه. في اليوم ده احمد وعد المهندس شريف انه يرجع له فلوسه في يوم 15/11/2008. لكن هنا الصدمه بالنسبه للمهندس شريف ان الميعاد جه واحمد فص ملح وداب. المهندس شريف يدور ورا احمد ويرن عليه ويروح له في الاماكن اللي كانوا بيتقابلوا فيها، ولكن ما وصلش لحاجه. لغايه ما شريف هنا اتاكد وبصم بالعشره انه اتنصب عليه من زميله احمد. المهندس شريف بطبعه كان كتوم، وقتها دار على كل الناس وعلى اقرب الناس ليه انه اتنصب عليه وان شقى عمره كله ضاع في البورصه. فبدا في يوم الشيطان يلعب بعقله، بدا الشيطان يوسوس له انت فلوسك كلها ضاعت، ازاي مراتك واولادك هيعيشوا بعد الحاله اللي انت وصلت لها دلوقتي؟ مش كده وبس، وانهم كمان هيحتقروك. وكان سهران لغايه الساعه 2 بعد نص الليل وكان قاعد يفكر. هنا قرر ساعتها انه يدخل المطبخ ويجيب آلة حادة وينهي حياة أسرته كاملة، الزوجة والابن والابنة. الأول على مراته وأنهى حياتها بإنه ضربها بآلة حادة على دماغها لحد ما أنهى حياتها. بعد كده دخل على ابنه غرفته وأنهى حياته بنفس الطريقة. بعد ما اتأكد إن حياة ابنه انتهت دخل على بنته ونفذ معاها زي ما نفذ مع مراته وابنه بالظبط. بعد كده دخل المطبخ، كان بيدور على مشرط علشان يحاول ينهي حياته علشان يحصلهم. في الوقت ده اخو مراته كان بيرن عليهم، حاول يتصل بيه وبمراته والولد والبنت، محدش في البيت خالص كان بيرد. هنا اخو الزوجه او خال الاولاد قلق عليهم وخد اصحابه وراحوا البيت علشان يشوفوا فيه ايه. اصحابه راحوا على باب الشقه، فضلوا يخبطوا ويرنوا جرس الباب لفتره كبيره لغايه ما يأسوا وبدأ القلق يزيد عندهم، فاضطروا انهم يكسروا الباب ويدخلوا. اخو الزوجه واصحابه الشقه لقوا الجثث في كل مكان والدماء ماليه الشقه. الزوجه اتصل بالشرطه وتولت التحقيق. بعد التحقيق والعرض على النيابه المهندس شريف
اعترف بكل اللي عمله مع افراد اسرته، وكان بيطالب القاضي انه يحكم عليه بالاعدام علشان يتخلص من العذاب اللي بقى فيه. لدرجه ان المحامي بتاع المهندس شريف طلب تحويل المهندس لمستشفى الامراض النفسيه علشان المحامي كان بيأكد او بيقول مفيش حد طبيعي هيعمل كده، اكيد عنده مشاكل نفسيه هي اللي دفعته انه يتخلص من اقرب الناس ليه، زوجته وابنه وبنته. لكن الغريبه هنا المهندس شريف نفسه طلب من القاضي تنفيذ حكم الاعدام وقال له انا قوايا العقليه سليمه 100%، لو سمحت نفذ الحكم بالاعدام. وعلى وعد ان شاء الله بفيديو جديد وقصه جديده وقضيه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شريف كمال الدين حافظ إبراهيم، مع اطلاع على المادة 381 فقرة 2 إجراءات جنائية المحكمة إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية